السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، موضوع هنرفع بيه الغمامة عن ساتر بيفصل بين حاجة تؤدي للإعدام وحاجة تاني ممكن تتحبس فيها حبس بسيط وتقضي عقوبة بسيطة. جريمة هنتكلم عنها النهاردة وهي جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ. فإن شاء الله النهاردة هنوضحها مع بعض وهنبسط المواضيع زي ما مبسطة. أهلا بيكم، أنا كريم عيد بوضح لك القانون وبشرحه لك. أهلا بيك. على الرغم من إن النتيجة واحدة وهي وفاة المجني عليه، إلا إن القانون بيشوفها بطريقتين. الطريقة الأولى وهي طريق القتل العمد، والطريقة الثانية وهي طريق القتل الخطأ. فهنوضح الأوجه الجوهرية اللي بينهم إن شاء الله علشان نعرف وضع كل منهم إيه ونتيجة كل منهم هتوصلنا لإيه. أول حاجة هنتكلم عن جريمة القتل العمد. طبعا القتل في القانون وفي الفقه هو إزهاق روح إنسان، لكن مش كل وفاة بتكون عمد أو خطأ، بيكون فاصل ما بينهم، فاصل مهم جدا هنعرفه وهنوضحه ان شاء الله. اول حاجه هنتكلم عليها وهي جريمه القتل العمد. جريمه القتل العمد وهو ان يقوم شخص بازهاق روح انسان ويقصد بذلك ازهاق روحه، وذلك عن طريق استخدام وسيله معينه تؤدي الى وفاه المجني عليه. وندي مثال لده وهو ان حد يضرب حد بسكينه في اماكن قاتله، أو حد يضرب حد بطلق عياري في أماكن قاتلة، وكذلك الأمر تسميم شخص معين لإزهاق روحه. ففي الحالات دي بيكون الشخص قام بقتل المجني عليه وقاصدا قتله. وهنا جريمة القتل العمد بتتميز بأركان معينة بدونها لا تتوفر جريمة القتل العمد، وهي أول حاجة وهو الفعل المادي. إيه هو الفعل المادي؟ الفعل المادي ده وهو الفعل الحركي في الجريمة. أي الشخص المتهم ده بيقوم بعمل فعل لإزهاق روح الشخص المجني عليه، وهو إنه مثلا يضربه بسكينة أو يستخدم عيار ناري. تاني حاجة وهي القصد الجنائي. ايه هو القصد الجنائي هنا؟ القصد الجنائي وهو ان المتهم كان عايز يقتل الشخص ده، او على الاقل انه عارف ان الفعل ده ممكن يترتب عليه ازهاق روح المجني عليه. ففي الحالة دي ده يسمى القصد الجنائي. ولكن هنا هنلاحظ ان جريمة القتل العمد تتميز بميزة خاصة، وهي ان يجب ان تتوافر قصد جنائي خاص. يعني ايه قصد جنائي خاص؟ والقصد الجنائي الخاص اي يجب ان يتوافر لدى المتهم نية محددة. وايه هي إزهاق روح المجني عليه. ففي الحالة دي هنا تتوافر كافة أركان جريمة القتل العمد. طب ليه القانون رسم هذه الأركان؟ طبعا لأنها نتيجتها قاسية جدا، وهو حاجة من الاتنين، لا إما الإعدام لا إما السجن المؤبد. فعلشان كده أخصها القانون بخصائص قوية جدا علشان النتيجة الكبيرة دي. وطبعا ده اللي محكمة النقض قالته في إن جريمة القتل العمد تتميز دون غيرها من جرائم الواقعة على النفس في عنصر خاص وهو نية إزهاق الروح، وهذا العنصر يختلف عن القصد الجنائي العام. يبقى في جريمة القتل العمد لازم يتوافر هذا الركن. طيب كده احنا اتكلمنا عن القتل العمد. طب نيجي نقول ايه هو القتل الخطأ؟ القتل الخطأ وهو ان شخص يتسبب في وفاة انسان ولكن دون قصده. طيب هنا القانون بيشوفه ازاي وبيعامله ازاي؟ وده ممكن يبقى نتيجة اهمال او رعونة كحوادث السيارات وحوادث القطارات وغيرها من الحوادث اللي ممكن تؤدي الى وفاة المجني عليه ولكن دون قصد من الشخص الذي قام بهذا الفعل. طب في الحالة دي القانون بيبقى شايفه ازاي؟ هنا لازم نوضح الفارق الجوهري بين القتل العمد والقتل الخطأ، وهو النية. النية هنا مهمة جدا. ليه؟ لأن هي بتوضح هل الشخص ده قاصد إزهاق روح الشخص المتوفى إلى رحمة مولاه أم إنه بدون قصد. لأن القانون هنا بيعامل كل شخص بأسلوب معين وبنتيجة وبعقوبة مختلفة عن الآخر. فعلشان كده لازم يوضح ويفهم هل كان نيته إزهاق روح الشخص المتوفى أم لا. طب هتقول لي هعرف الموضوع ده إزاي؟ هقولك إن محكمة النقض ردت على الموضوع ده وقالت إن نية القتل أمر خفي
لا يمكن أن يدرك بالظواهر الخارجية، ولكن يدرك بالظروف المحيطة بالواقعة، ويستخلصها قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن محكمة النقض بتقول هنا إن نية القتل هو أمر خفي، لازم قاضي الموضوع بيفهم الواقع وبيفهم الظروف اللي حصلت في الجريمة دي واللي أدت إلى وفاة الشخص ده. ليه؟ لأن هو بناء عليه بيعرف هل ده قتل عمد أم قتل خطأ، وبناء عليه بيترتب إنه بيفرق ما بين العقوبتين، سواء عقوبة القتل العمد أم القتل الخطأ. ففي القتل العمد العقوبة بتكون الإعدام أو السجن المؤبد، أما في القتل الخطأ فالعقوبة بتكون الحبس مع الغرامة. فهنا في فرق شاسع ما بين العقوبتين. طب هنا نيجي لنقطة مهمة جدا، وهو هل ينفع التعويض على القتل الخطأ؟ طبعا الشخص المتوفي إلى رحمة مولاه ممكن يكون شخص عاقل لأسرة، ففي الحالة دي طبعا فقدانه بيسبب ضرر كبير حتى لو مش عائل لأسرة. طبعا فقدان الشخص في حد ذاته ضرر كبير، وهنا القانون فرض تعويض على الشخص الذي قام بالضرر ده. ليه؟ لأن المادة 163 من القانون المدني بتقول لك إيه؟ كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض، وطبعا مفيش ضرر اكبر من ان الشخص يتوفى الى رحمه مولاه. ففي الحالات دي القانون بيلزم مرتكب هذه الجريمه بتعويض ورثه المجني عليه، وده بيكون تعويض عن الضرر المادي والنفسي الذي لحقه به وبسببه توفى الشخص. فجزئية إثبات القتل العمد وجزئية إثبات القتل الخطأ مهمة جدا، لأن النتائج المترتبة على كل منهم مختلفة تماما. ففي حالة القتل العمد لازم نثبت إن الشخص ده كان نيته إزهاق روح المجني عليه، أما في حالة القتل الخطأ لازم نثبت إنه ما كانش يقصد إزهاق روحه، وإن الفعل اللي عمله كان أي نعم فيه رعونة وفيه إهمال، ولكن ما كانش قصده إن هو يزهق روحه. فالإثبات في الحالات دي مهم جدا، لأن الأولى بيترتب عليها الإعدام أو السجن المؤبد، والتانية بيترتب عليها الحبس. أتمنى إن احنا نكون وضحنا الفرق ما بين القتل العمد والقتل الخطأ، ويقول لي لو حابب أشرح لك حاجة تانية اكتب لي في التعليقات أو ابعت لي على الخاص، وإن شاء الله هنشرحها مع بعض ونوضحها مع بعض. كان معكم كريمين، سلام.